يوسف أيمن مدافع الأهلي الجديد يفاجئ الجميع بهذا التصريح المثير. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المدافع الجديد يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي يدلي بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل، فاجأ بها الجميع بعد انضمامه للنادي الأهلي. قال يوسف أيمن في تصريحاته: أولا، أنا سعيد جدا أنني عدت لبيتي النادي الأهلي، لأن أنا كنت من ضمن ناشئين النادي الأهلي وحققت بطولات كتيرة في قطاع الناشئين مع النادي الأهلي، وكنت بحلم أن أنا أرجع للنادي الأهلي تاني في يوم من الأيام، والحلم اتحقق حتى لو على سبيل الإعارة. ومبسوط جدا أن أنا هكون مع فرقة كبيرة بحجم النادي الأهلي فيها نجوم كبيرة. طبعا هبتدي اتعلم منهم في الايام اللي جايه، وابتدي ان شاء الله احقق ارقام ليا وللنادي الاهلي، وان شاء الله هحقق مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، وليا طموح كبير في كأس العالم للانديه السنه الجايه. وسعيد جدا بالمدرب مارسيل كولر، لان بعد وصولي للنادي الاهلي هو اكتر واحد اتكلم معايا ودعمني وقال لي انا محتاجك الفتره اللي جايه، ومحتاجك تكون مركز، عندنا شغل كتير، عندنا بطولات كتيرة. وانا عارف الكلام ده ومتعود عليه، لان انا في البداية ابن من ابناء النادي الاهلي، وسعيد جدا بدعم جمهور الاهلي ليا. كنت مستغرب في البداية ان الجمهور كله عارفني، ولكن مع الوقت عرفت ان جمهور الاهلي ما بينساش وما بيسيبش اي تفصيلة لأي لعيب في الفرقة جديد إلا لما يكون داعم قوي ليه لحد ما يقف على رجليه في الملعب. وده اللي انا شفته من الجمهور على السوشيال ميديا، وان شاء الله منتظر في الايام اللي جاية لما اكون في الملعب ان شاء الله تشوفوني بصورة تشرف النادي الاهلي، لان النادي الاهلي نادي يستحق البطولات لانه بيعمل فقط على البطولة. اعارتي من نادي الدحيل القطري لمدة عام مع احقية الشراء للنادي الاهلي، والاولوية طبعا انا بحب الاهلي وبحب جمهوره وبحترمه وبحترم مجلس ادارته، وجاي علشان عيني على كل بطولة، عيني على كل فرد من جماهير النادي الاهلي انه يبقى فخور بيا، وان مفيش اي حد ايا كان بينضم للنادي الاهلي الا لما يكون اخد وسام الشرف على صدره بعد انضمامه لهذا الكيان العظيم وهو النادي الاهلي. واضاف يوسف ايمن ايضا بعض التصريحات عن الفرق المنافسه، وقال: انا ما بتكلمش على فرقه منافسه، انا بنرد عليها داخل الملعب بعملنا وبمجهودنا، اكتر من كده ما بحبش المزايدات على اي فرقه. كل الفرق لها الاحترام والتقدير بدل بتعمل في صمت.